بسم الله الرحمن الرحيم. دي شنطة الطوارئ، هنتكلم عليها بعدين وهنقول هنستعملها في ايه، ولو ان يعني الموضوع مش محتاج يتقال فيه تفاصيل كتير. شنطة الطوارئ والأزمات، ربنا ما يحطنا ولا في أزمات ولا نبقى محطوطين في موقف ان احنا مضطرين ناخد بعضنا ونجري من مكان. ماشي. الشنطة دي أنا عاملاها من أيام زلزال سوريا وتركيا اللي هو كان أول السنة. الموضوع كبر معايا قوي واشتد معايا كمان لما حصل زلزال المغرب وحصل فيضان ليبيا وحصل التهجير لعزة الإسلام، ونسميها بقى بلد المليون مهجر. بقى عندنا بلد المليون شهيد وبلد المليون مهجر أو مهجر يعني. تمام. فأنا جاي أحكي لكم شوية عن شنطة الطوارئ. شنطة الطوارئ دي انت حضرتك المفروض تبقى جنبك. تمام. لأن باختصار ما حدش بقى حاسس بالأمان في الدنيا يعني. حضرتك حاسس بالأمان، حضرتك حاسة بالأمان، حد فيكم حاسس بالأمان. فبالتالي عشان لو لا قدر الله الإنسان اتحط في موقف ما يبقى معاه شنطة طوارئ. طيب شنطة الطوارئ دي كل واحد هيرتبها على حسب احتياجاته، بس في أساسيات. يعني أولا أنا مثلا معايا المصحف الشريف. تمام. سبحة، أي أوراق مهمة عند الإنسان، الموبايل، شاحن، وهتقولوا لي الشاحن هنعمل بيه إيه، هقول لكم دلوقتي. باور بانك، ويستحسن لو كان بكشاف كمان. ربنا يلطف بينا ويعدي ايامنا في الدنيا دي على خير. مفتاح البيت، شنطة الاسعافات بقى الاولية. طيب شنطة الاسعافات الاولية دي ممكن يبقى فيها ايه؟ سامحوني لو هيبقى فيه صوت دوشة شوية في الفيديو. كلينكس، بلاستر وشاش، مطهر بتادين يعني، دي انا حاطه فيها قطن. هنا في بلاستر وفي مقص، يعني اللي هو البلاستر اللي هو الصغير ده اللي بيبقى متقسم، وفي مقص صغير برضو، وفي ملقاط. ملقاط ده اكيد مش عشان الحواجب يعني، بس عشان ازازه دخلت كده، خشبه دخلت كده، طوارئ بقى يعني. وايبس، كحول، برفيوم لحالات الاغماء، واخيرا الادويه. او مش اخيرا يعني، اخيرا دي في شنطه الاسعافات بس. الادويه، اي ادويه، اي حد بياخد ادويه باستمرار، سكر، قلب، ضغط، حساسيه، بخاخات، حقنه انسولين، يبقى في بونبوني في الشنطه لو حد عنده السكر. طبعا البطاقه والكريدت كارد واي حاجه مهمه كده، كمامات وجلافز. انا واخده كمان معايا الخمار ده، يعني ده خمار خفيف جدا ما بياخدش اي مساحه ولا اي حاجه، بس في نفس الوقت كبير جدا يعني. ساتر والحمد لله يعني. ربنا يسترنا دنيا واخره وما نضطرش ان احنا نتحط في موقف زي ده. رباط ضاغط معمول بقى بالتمر، بسكويت بالتمر، اي حاجه، كيس تمر. محدش ضامن الظروف يعني، احنا ضامنين. ازازه ميه صغيره كده. تمام. اي حاجه بقى غاليه عليكي، اي حاجه ممكن تكون غاليه عليكي، فلوسك، ذهبك لو عندك ذهب يعني ربنا يوعدنا، باسبورك. اهم حاجه ما تنسوش الاوراق المهمه،
الاوراق المهمه دي يعني محدش ضامن الظروف يبقى فيها ايه. واوعي تنسي يبقى دايما معاكي نسخه مفاتيح في الشنطه دي. انا اسفه جدا، انا عمري ما كنت اتخيل ان في يوم من الايام ممكن اطلع اعمل فيديو زي ده، بس انا قلتها حقيقي يعني ان البني ادم ما بقاش حاسس بالامان خالص في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. كله بأقدار الله، واحنا ناس مؤمنين وناس عارفين ربنا كويس قوي، وعارفين ان محدش هيقدر يضرنا الا بإذنه. بس سيدنا النبي قال لنا كمان اعقلها وتوكل، فمش هيجرى ابدا اي حاجة لما يبقى عندك شنطة طوارئ. انت ممكن تستعملي، انا استعملت دي على فكرة لان هي قماش وخفيفة جدا وتقريبا ملهاش وزن. انت ممكن تستعملي هاند باج، يعني اي شنطه باك كده، اي حاجه خفيفه، المهم ما يكونش ليها وزن عشان تحطي فيها الحاجه فما تبقاش تقيله. هتحطيها في اقرب مكان ليكي وانت نايمه جنب السرير، تمام؟ عشان ولا عياذ بالله في حالات الفزع والهلع الانسان ما بيبقاش مدرك هو ممكن يجيب ايه من فين. بالنهار برضو حطيها اقرب مكان ليكي جنب باب الشقه. شوفي هتعملي ايه. عايزه افكركم وافكر نفسي بدعاء الفزع، ان احنا لما بيحصل مواقف مفزعه لازم نقول لا اله الا الله، لانها باختصار ممكن تكون اخر لحظه في حياه الانسان. فخلوا لا اله الا الله ذكر دائم على لساننا. كمان دعاء النجاه، عشان لو لا قدر الله اتحطينا في اي موقف، دعاء النجاه اللي نجى سيدنا يونس في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ويكرر بقى على قد ما ربنا ما يديكي العمر والصحه. كمان قبل النوم واول ما بنصحى من النوم بنستودع نفسنا وكل شيء غالي عندنا عند ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ بنستودع نفسنا، اولادنا، بيوتنا، اموالنا، اوطاننا، وسائر أمة المسلمين. خلوها عادة دايما عندكم قبل النوم وأول ما تصحوا من النوم. الدنيا مقلوبة دلوقتي، تمام؟ وأنا هتكلم بقى بالشفرة وما شاء الله احنا شعبنا العربي ذكي جدا وبيعرف يحل الكلمات المتقاطعة هوا، فانتوا بقى ايه، القطوا كده وفي الكومنتات تحت اكتبوا زي ما انتم عايزين. الفيفي بوك والانستغرام واليوكلاب اليوكلوب وطائر الليل الحزين. المهم يعني كل المواقع دي بتحظر الحسابات اللي بتتكلم ماشي عن عزة. طبعا شيلوا العين وحطوا النقطة، او سيبوا العين وحطوا لها النقطة من فوق. عزة الإسلام خلاص، عشان السوسوئيل بتتقمص لما حد بيجيب اسمها طنط السوسوئيل بتتقمص، فبالتالي محدش يتكلم عليها ولا يجيب سيرة البلد الوحشة اللي ايه يعني راحت يعني عملت لها كده. اوكي، عايزه ادعي لكم ربنا ينصركم. ولو هو ده قدركم عند ربنا سبحانه وتعالى فانتم مكرمين دنيا واخره. انتم مكرمين دنيا واخره. هو انا بس عندي سؤال كده يعني مضايقني شويه، يعني هو الكابتن موصاد فين يعني؟ طمنا عليك، يعني لا اسكت الله لك حسا، يعني كان في حاجة ان شاء الله؟ حضرتك كويس؟ طيب يعني خاطفينك مثلا ولا حاجة؟ طب قول، يعني هما لو خاطفينك قول، نقدر كده اخواتنا في عزة الاسلام يبعتوا لك طيارة من الجميلة كده ام مراوح وباراشوت دي تنزل كده تهب عليك تاخدك وتمشي. انما السكوت اللي حضرتك فيه ده مرعب، يعني ده انت خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يطلع يتكلم. يعني الراجل بتاعهم اللي هو فحفحينا ابو دراع ده خليته طالع يهنيك ويقول لك كل سنه وانت طيب ومستنيينك في سوسوئيل وشكرا على موقفك.
مستني ايه تاني عشان تطلع تتكلم يعني؟ والناس اللي ممكن تكون مستهونة برأيه او بكلمة ممكن يكتبها او ببوست ممكن ينشره او بفيديو ممكن يحطه، لا انتوا ما تعرفوش مكانته بره. احنا هنا بنعمل فيديوهات عشان صوتنا يوصل هنا، بس هو ما بيوصلش لأكتر من كده. انما فخر العرب لازم يبقى له موقف. انت كلمة منك احسن من 100 مؤتمر يعقد في جامعة الدول العربية ويقعدوا ينددوا ويشجبوا ومش عارف ايه ويطلعوا قرارات، مع احترامي ليهم. بس انت بوست واحد منك يقلب الدنيا. ليه؟ انت مفروض انت سفيرنا بره، يعني انت سفير للعرب وسفير للمسلمين. انت ازاي قاعد ساكت لحد دلوقتي؟ ايه محتار في بيجامة الكريسماس الجديدة؟ هتجيبها غزلان ولا هتجيبها بابا نويل وشجرة؟ ما ينفعش، عيب عليك، عيب عليك. اطلع اتكلم، اطلع اتكلم. وقلبي مع كل الناس اللي حساباتهم اتقفلت، عشان احنا زي ما قلنا سوسوئيل بتزعل، ما بتحبش حد يجيب سيرتها بالكلام الوحش، والناس العرب النوتي دول بيجيبوا سيرتها بالكلام الوحش، ما ينفعش. فربنا ينصر اخواننا، واحنا معاكم بدعواتنا، ده اللي نقدر عليه، يعني احنا ده اللي نقدر عليه. وربنا ينصركم، وربنا ينجينا وينجيكم، ويحفظ مصر واهلها ودولنا العربية كلها، وينصر اهلنا في عزة الاسلام. وحطوا للعين نقطة. السلام عليكم.